الفكرة دي لطيفة قوي وانا حبيتها جدا، وهي ان احنا نعمل بطيخة. البطيخة اول حاجة هنعمل فيها دايرة سحرية، وبعدين هنعمل في الدايرة السحرية 6 غرز حشو. لو الدايرة السحرية مش واضحة، ففي فيديو ليها على تيك توك، وفي فيديو تاني على اليوتيوب بشكل اوضح شوية ومفصل اكتر تقدروا تشوفوه. هنعمل ايه؟ هنعمل 6 غرز حشو كده، 2 3 و4 5 و6. وخلاص كده هنشد الخيط جامد ونقفل الدايرة السحرية بتاعتنا. طيب هنجيب لون تاني خالص علشان بس يبقى ماركر نحدد بيه اول الصف واخر الصف، عشان لو سرحنا الغرز هتبوظ، فلازم نبقى مركزين في اول الصف واخر الصف. وبعدين هشتغل 6 غرز تزايد. تزايد ده يعني 2 غرزة حشو في نفس المكان. تمام. كام مرة؟ 6 مرات. خلي بالكم ان احنا كل شغلنا بعد كده هيبقى متقسم على 6 مجموعات. اوكي، كل مجموعة فيها عدد غرز معين. هنكمل بقى لحد اخر الصف. نهاية الصف ده هيكون عندي 12 غرزة. تمام كده، هنبدأ الصف الثالث. هنعمل ايه؟ هنشتغل برضو 6 مجموعات، كل مجموعة غرزة حشو واحدة، وبعدين غرزة تزايد اللي هو 2 غرزة في نفس المكان. هنكرر ده كام مرة؟ 6 مرات لحد نهاية الصف بتاعي. المجموعة الواحدة هيكون فيها غرزة واحدة بس حشو، وبعدين غرزتين حشو في نفس المكان اللي هي التزايد. وهنكمل على كده لحد آخر الصف. اللي بعد كده المفروض هيكون عندي كده 18 غرزة. تمام. هنبدأ في الصف الرابع، برضو 6 مجموعات، كل مجموعة مكونة من غرزة واحدة، غرزة واحدة حشو، وبعدين غرزة تزايد اللي هو 2 حشو في نفس المكان، وبعدين كده دي التزايد، وبعدين غرزة كمان حشو. دي المجموعة الأولى. في المجموعة التانية هنكرر تاني، غرزة حشو، غرزة تزايد، كده تاني واحدة، وغرزة كمان، وكده المجموعة التانية. وهنكمل بقية المجموعات بنفس الشكل ده، كل مجموعة غرزة واحدة حشو، غرزتين حشو في نفس المكان اللي هي التزايد، وبعدين غرزة حشو كمان، وهنكمل كده. خلاص المفروض يكون معايا 24. تمام. هنجيب اللون الجديد بتاعنا اللي هو اللون الأبيض، وشايفين آخر غرزة مكانش المفروض إن أنا أقفلها، أنا هفتحها تاني علشان لما نغير اللون يبقى شكل التغيير بتاعنا حلو ومش مش بايظ. هجيب اللون كأني مش مقطوع، كأنه عادي خالص. تمام اهو. وهحطه ورا الشغل بتاعي، وهنسحب الخيط، وبس كده انا كده غيرت اللون. هاتوا بقى اللونين مع بعض اللي هو الاحمر والابيض، وهنشتغل عليهم. هنحطهم ورا الغرزة كده، وهنطلع، بص شايفين الإبرة طالعة من تحت الخيط نفسه علشان نشتغل عليه بحيث ما يفكش خالص. هنعمل 6 مجموعات، كل مجموعة 3 غرزة حشو وغرزة واحدة تزايد. كم مرة؟ 6 مرات. تمام كده التالتة، وبعدين واحدة تزايد. خلاص احنا ممكن خلاص نوقف شغل على الخيط علشان هو خلاص مش هيفك يعني، متقلقوش. تمام. وهنكمل برضو نفس الشكل بقية المجموعات كلها لحد الآخر. هجيب اللون الجديد اللي هو اللون الأخضر، وانا ما قفلتش الخيط بتاعي الشغل اخر غرزه دي ما قفلتهاش. هاتوا الخيط الابيض والاخضر على بعض ونشتغل عليهم زي ما عملنا في الابيض والاحمر. وهنشتغل 6 مجموعات، كل مجموعه مكونه من 2 غرزه حشو وغرزه تزايد، وبعدين 2 غرزه حشو. هكرر ده كام مره؟ 6 مرات. ادي غرزه، وغرزه كمان، كده 2 غرزتين حشو في نفس المكان اللي هو التزايد، وبعدين غرزه كمان، وكمان واحده. ويبقى انا كده خلصت المجموعه الاولى. هكرر ده تاني 6 مرات لحد ما نوصل لاخر الصف. يبقى كل مجموعه مكونه من 2 غرزه حشو وغرزه تزايد و2 غرزه حشو. كل ما اخلص مجموعه هبدا مجموعه تانية لحد نهايه الصف بتاعي. فاضل اخر صف علشان نخلص خلاص ونقفل. هنشتغل برضو 6 مجموعات، في كل مجموعه 5 غرزه حشو وبعدين غرزه واحده تزايد. خلص المجموعه دي نشتغل 5 غرزه حشو وغرزه واحده تزايد لحد نهايه الصف بتاعنا. خلصنا كل المجموعات بتاعتنا. هنسيب خيط طويل شوية علشان هنخيط بيه الدايرة دي. تمام. هنقص الخيط وخلاص كده هنسحبناه. هنجيب إبرة رفيعة اللي هي اسمها إبرة كنفة أو إبرة تنظيف، وهندخل، شايفين بقى الغرز اللي هي دي، هندخل ناخد الطرف الداخلي بتاع الغرزة وندخل فيها الإبرة. تمام. ده لأننا هنقفل الدايرة دي خالص عشان تديني نص البطيخة كده. تمام. شايفينها؟ يبقى انا المفروض في كل غرزة هدخل الإبرة في الغرزة المقابلة ليها وهنسحب، وهنكمل على كده. وقبل ما نقفل خالص هنحط الفايبر. طبعا بعد ما تخلصوها هتشدوا جامد، ماشي. وبعدين هنحط الفايبر ونقفل الحبة اللي فاضلين، ونعمل البذر بتاع البطيخة، ويبقى كده خلاص البطيخة خلصت. بعد ما نحط بقى الفايبر خلاص هنقفل بنفس الطريقة اللي فاتت. تمام. معلش اعذروني انا عندي برد وجيب أنفية فصوتي متغير شوية.
وبس خلاص كده. اخر غرزة خالص هندخل الابرة اللي فيها الخيط الاخضر من هنا ونخرجها من الناحية التانية بس عشان نأمن اكتر. تمام، وهنقص الخيط وخلاص كده. ناقص ان احنا نعمل ايه؟ البذر بتاع البطيخة. هنجيب خيط اسود تمام ونعمله بشكل عشوائي، يعني مش لازم يكون مرتب، او لو حابه ان هو يكون مرتب مفيش مشكله. بس انا حبيته كشكل عشوائي، عملت واحده عشوائيه واحده مرتبه. العشوائي طلعت احلى بصراحه. وهنكمل بقى بنفس الشكل دوت في الجنبين علشان نعمل البذر بتاعها. وبس كده خلاص هتكون البطيخه خلصت. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وتقولوا لي ايه الافكار اللي انتم محتاجينها، انا بحب الافكار بتاعتكم قوي. بس كده، شكرا لكم، سلام.